مساء الورد. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. البرفيوم او العطر اللي هتكلم عنه النهاردة الحقيقة غريب شوية. وطبعا انتوا عارفين ان اخوكوا بيحب العطور الغريبة. شوف يا دوب فتحت الغطا يا اخي شميت ريحته. طبعا انتوا عارفين ان اخوكوا بيحب العطور الغريبة جدا يعني، وبيسعى الى ان هو يدور على الحاجة الغريبة النادرة اللي مش موجودة عشان قدر المستطاع يبقى الواحد مميز في العطور بما لا يضر الاخرين يعني. طيب النهارده هجيب لكم عطر، طبعا اكيد شفتوا الثامب بتاع الفيديو عرفت ان هو عطر الامواج، لكنه عطر مش منتشر كتير، مش معروف كتير في وجهة نظري الشخصية ان هو يستاهل هايب ويستاهل ان هو يبقى معروف اكتر من كده. هتكلم النهاردة عن اكتر عطر شفته في حياتي يمثل لك ريحة الارض بعد المطر. عطر فيجمنت من امواج. الاول يعني ايه فيجمنت؟ فيجمنت يعني شيء خيالي او ملفق او غير حقيقي، والحاجة الوحيدة اللي انا شايف ان هي حقيقية عن العطر ده ان هو قدر يجسد لك ريحة الارض بعد المطر. الريحة الطينية اللي بتبقى موجودة في الارض، الريحة اللي هي عبارة مزيج غريب عجيب من الرطوبة وريحة التراب وريحة الاخشاب. ريحة غريبة ما تقدرش توصفها، بس ريحة مبهجة ومثيرة للشجن دايما في نفسنا لما نشمها بعد المطر. الحاجة الحقيقية اللي في العطر ده او اكتر حاجة حقيقية او غير ملفقة او غير خيالية في العطر ده ان هو قدر يوصل لك الريحة دي بوضوح شديد. وسيبك من شكل الازازه الكيوت اللطيف اللي هو دي جاردي الازرق مع لونين درجتين من الازرق بتدرج كده، سيبك من الكلام ده كله. العطر ده غريب وعنيف ومش لاي حد. العطر ده لاصحاب الاذواق الغريبه اللي زي حالاتي، لاصحاب الاذواق العنيفه الحيوانيه اللي تميل للروائح الحيوانيه بشكل كبير. طيب تعال نشوف العطر ده بيقول ايه مع بعض. اولا خلينا نتفق ان العطر ده من اقوى العطور اللي ممكن تستخدمها. العطر ده هيستمر على هدومك، مش عايز اقولك ان هو قاعد على هدومي الشتوي من الشتاء للشتاء. قاتل، اداء ممتاز وثبات مش طبيعي، واحنا عارفين دي عادة امواج، عطور امواج كلها كده يا جماعة. الافتتاحية غريبة جدا وجميلة جدا بصراحة يعني. تحس لمسة ورد بسيطة، بس ورد بخضار شوية. الريحة دي جاية من الجرانيوم. الجرانيوم وردة ملهاش ريحة تقريبا، بس النبات بتاعها او الورق بتاعها ريحته قريبه من الورد. فدي ريحه الجرانيوم بسيطه جدا مع ريحه حمضيه شويه، تحس انها ريحه ليمون، لكن هي يا دوب بتختفي. موجوده، ما اقدرش اقول انها اختفت على طول الريحه الحمضيه دي، لكن مش بتطول ومش قويه قوي على فكره، لازم تركز فيها يعني. بعد كده تدخل ريحه غريبه شويه، نوتة حيوانيه. انا بعتقد ان النوتة الحيوانيه دي جايه من المسك. انا بحس ان في مسك في العطر ده، برغم ان هو مش مذكور في النوتات على فراجرانتيكا، لكن انا شخصيا بشم مسك، مسك الحيواني. مسك تحس ان في ريحه مش عارف يا جماعه انتم متخيلين المسك الحيواني ولا لا، بس هو تحس ان في ريحه فيها، يعني مش عايز اقول زناخه، بس هي ريحه يعني فيها لمسه مش لطيفه كده، لكن في النهايه قويه جدا. دي اللي مديها النوتة الحيوانيه اللي موجوده في العطر. بدات اشم فيتيفير شويه، اللي هو الفيتيفير ده يا جماعه ريحه اخشاب حمضيه شويه يعني. بعد كده تبدا بقى تظهر في القاعده. خد بالك النوتة الحيوانيه، النوتة الاولانيه بتاعت الورد او النوتة السيترسي او الحمضيه اللي في الاول دي بتختفي على طول، يعني ما بتكملش معاك 5 دقايق. بعد كده تبدا تظهر النوتة الانيماليك الحيوانيه قويه جدا، تفضل مكمله معاك. النوتة الحيوانيه دي تفضل مكمله معاك لاخر العطر ل3 4 شهور يعني، لحد ما تلاقي النوتة اللي فيها النوتة الترابية. نوتة ترابية قوية جدا جدا جدا، مش مجرد تراب، لا دي نوتة طينية. تحس ان انت فعلا بعد ما سقيت الزرع او بعد ما كنت واقف يا سيدي، كنت واقف في غيط، خلينا نجيبها بقى يعني بشكل اوضح، كأنك واقف في الغيط بالظبط عند جدودك يعني، في الغيط والارض رطبة ومسقية لسه. ريحة جميلة جدا جدا والله. الريحة دي يعني محببة للنفس جدا. ريحة التربة بعد ما تتروي، وفي ريحة خضراء، وفي كمان نوتة حيوانية. بصراحة منتهى منتهى الجمال، مع لمسة بسيطة ودي بتظهر أحيانا وأحيانا لأ من العود، بسيطة قوي يعني. طبعا مع أخشاب، الخشب هنا واضح جدا يا جماعة.
الخشب هنا واضح جدا من اول الميدل نوت بصراحه. بدأت بقى النوتة الترابية تظهر وتبقى أحلى. عطر منتهى الجمال. أنا والله العظيم بستغرب من العطارين الموهوبين اللي بيقدر يجسد لك ريحة عطرية بالشكل ده. يعني ازاي الراجل ده، أنا للأسف مش عارف مين العطار وما بصيتش يعني، ازاي قدر العبقرية بتاعته انها تجيب لك عطر بالجمال ده وبالدقة دي وتوصف لك الريحة اللي انت عايز تعملها، اللي هي معرفش هو سماها فيجمنت ليه، مش عارف ليه سماها فيجمنت او خيالي او غير حقيقي يعني، او ملفق. لكن هو اكيد له وجهة نظر. لكن بصراحة انا شايف ان العطر ده اجمل عطر عدى عليا في حياتي. جسد نوتة الارض الطينية او النوتة الترابية، منتهى الجمال. ريحة الارض بعد المطر حرفيا. جميل يا جماعة جدا، مختلف ومميز ومش هتلاقي له شبه. عطر بصراحة. بس خد بالك هو معقد، العطر معقد جدا. يعني ما ينفعش انك العطر ده تهديه لحد خالص، وما ينفعش انك تسمع الفيديو بتاعي ده او تتفرج على الفيديو بتاعي وتسمع كلامي وتروح تشتري العطر، لان اولا مش هتلاقيه لانه منقطع تقريبا، يعني منقطع، بس هو موجود عادي لكن امواج بطلت تنزله يعني. ثانيا لان ممكن الريحه ما تعجبكش جدا، مهما عجبك الوصف بتاعي الريحه ممكن جدا ما تعجبكش. ثالثا مهم جدا لو عجبتك الريحه واشتريته ولقيته يعني، مهم جدا انك تبقى عارف تستخدم العطر امتى. ما ينفعش انك تستخدم العطر ده وانت خارج مع اصحابك تقعد على القهوه او انت خارج. العطر ده يستخدم للناس اللي بتفهم في العطور، لان اولا هيبقى معداش عليهم وانا واثق من اللي انا بقوله لك. ثانيا هيحسوا ان ريحه غريبه ومعقده وتدعو للتفكير، فيفكروا فيها ويحبوا يعرفوا العطر ده ايه، ويحبوا يعرفوا ليه وجهه نظر العطراجي ان هو يعمل العطر ده لايه، ويحاولوا يشوفوا مكوناته ويحاولوا يعرفوا هم شامين ايه. تالت حاجه، معظم الناس ممكن ما تعجبهاش الريحه. يعني برضو العطر مش هقدر اقول لك ان هو والله ماس ابيلينج، لا خالص. في ناس كتيره جدا جدا مش هيعجبها العطر ده. يمكن ده من اسباب ان هو توقف. فاكرين عطر ميثز مان اللي انا اتكلمت عنه قبل كده واتكلمت عنه في البودكاست مع عمر؟ شفت بقى ميثز مان ده ومعقد قد ايه؟ بس حلو على فكره، محدش يقدر يقول ان هو مش حلو. ده بقى معقد اكتر منه، وفي وجهه نظر الشخصيه ان هو احلى منه. ليه؟ لان فيجمنت جسد حاجه كلنا بنحبها، ومهما حاولنا نوصف الريحة بتاعت الأرض بعد المطر دي، مهما حاولنا مش هنعرف نوصفها. لكن العطراجي هنا أو المصمم هنا كان مبدع وكان عبقري، وفعلا قدر يجسد عطر كل ما فيه حقيقي أو كل ما فيه خيالي، ما عدا إنه شبيه بريحة الأرض بعد المطر. أعتقد إن هو عايز يقول إن هو فيجمنت، أعتقد إن وجهة نظر إن هو بيقول إن هو يعني خيالي أو مسميه خيالي. آه ان هو دي تخيلك، او لما بتيجي سيره الدنيا بتمطر او الارض وهي بعد ما الدنيا تمطر بتتخيل الريحه، فانت لما تخيل الريحه هو ده هيبقى الخيال بتاعك. عطر جميل جدا يا جماعه، مميز جدا جدا. لو لقيته، هو توقف انتاجه، لو لقيته اشتريه مش هتندم. وده من العطور اللي بقول مفيش حاجه اسمها انك ما حبيتش العطر ده، انت هتحبه بس يمكن مش دلوقتي. ممكن بعد 10 سنين تحبه، ممكن بعد 5 سنين تقول ايه الجوهر اللي كانت عندي دي. عطر جميل يدعو للتأمل، يدعو للتفكر. العطر ده انت شامم ايه، ولا الراجل نفسه كان عايز يوصلك لايه؟ لو لقيتوه يا جماعه اشتروه، بس طبعا لازم تجربوه الاول لان هو مش رخيص، لكنه نقي جدا، اداء ممتاز جدا جدا. الناس اللي بتحب العطور المعقده زي حالاتي والعطور الغريبه، جربوا العطر ده او اشتروه بقى. لو انت تحب العطور الغريبه والمعقده، هات اخرك، ده هيبقى غالبا في اخرك يعني. عطر جميل جدا يا جماعه، ان شاء الله لو حد لقاه اشتراه. ولو حد عنده العطر ده يقول لي رايه، لان غالبا في حد مره قال لي لما انا كنت بتكلم عن عطرين غريبين من امواج واتكلمت عن ميسز مان، هو قال لي غالبا انت التاني تقصد عليه فيجمنت، وهو عنده الاثنين. انا مش فاكر هو مين اللي قال لي الكلام ده، بس لو عنده الاثنين يا ريت يرد عليا ويقول رايه في الاثنين عشان برضو الناس تستفيد. اتكلمت النهارده معاكم على عطر من اجمل ما يكون، عطر جميل جدا جدا يثير فيك الشجن والحنين لايام المطر. بس الحمد لله احنا داخلين على الشتاء يعني، وايام المطر على فكره هو شتوي جدا، ما ينفعش انك تستخدمه في الصيف خالص يعني، وما ينفعش انك تستخدمه في الشتاء كمان. لا لازم تجربوه قبل ما تشتروه. جربوه ضروري، مش عايز اهرج كتير. المره الجايه ان شاء الله نتكلم عن حاجه تانية خالص.